السلام عليكم ومرحبا بكم بجولة جديدة بحديقة بيت عمو مشتاق. بدأ البيتونيا يفتح وهذا موسمه، وهذا نبات يسمونه حبل هنود، لمن يوغد يصير بداع. بقى همنا كان حصرا وحتى يوغد، فهذا لمن يفتح كثير حلو. بعد اكو بيتونيا هوني وبيتونيا هوني كثير حلوين. وهذه النبتة بعد ما وغدت، وشعوا هذا اللون اشقد حلو، عبالك مصبوغ بجويت من هذا اللي كنا نجيبه من باب السراي ويغسلون بينه الحواس. بقى إلى طمشكم على قناديل الرحمن، ما شاء الله شيء اللي وغد كثير. هاي وحدي وهذا نوع ثاني، شعوا اشقد حلو. والنوع الثالث بالنص ازرق ومن فوق احمر، يعني بعد ما كان فتح مليح هسه بدا يوغد. هذه قاعدة العصرية وقاعدة الشاي، وهوني النباتات الأخرى من الجهة الثانية، وغشعوا على قناديل الرحمن اشقد حلوة، أبيض وأحمر. والبتونيا البيضاء. بقد أمشيكم بالحديقة وهم أريد أغشعكم زولية الوغد. لحقوا عليها مثل الزولية، بس بالشمس لما تضرب عليها ما يبين الوغد واضح إلا لما نتمشى ونروح علينا. الجنبد موغد على آخر حد، وهذه جنبداية تقريبا سوداء، هسه راح تفتح بعد شوية. وهذه الجنبداية كثير تعجبني. زولية الوغد تبدي هوني وتمشي وبعد تمشي، ولو تغشعون النحل اشقد مكيف عليها، وتمتد هذه الزولية إلى حد هوني. هذا جزء ثاني من الحديقة، بينه مثل قمرية كن زرعت عليها متسلق. والوغد الأسود يسلم عليكم، ما شاء الله عليه نقي الماء. وبدت الدالية تنبت، هسه كل وحدة تصير بطولي.
من الجهة الثانية من الحديقة القحوف يفتحون القلب، كثير كثير حلوين. طمشوا على البتونيا. والبانسي بدأ يخلص الورد ماله، ولكنه همينه بعده حلو، فما شلعتونه خليتونه. بقى هاي جولة ربيع بحديقة بيت عمو مشتاق. مرحبا بكم، وإن شاء الله بكل فصل من الفصول أعمل لكم جولة بالحديقة حتى ترشعون الورد اللي كنت مفتح بيها. تمنيتوكم معاي، نقعد نشرب شاي العصرية هوني. مع السلامة.